يا مساء الفل، اهلا بيكم في فيديو جديد وموبايل جديد. موبايل في السوق المصري، ريدمي نوت 12 برو بلس. يلا بينا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب وفعل زرار الجرس، ويلا بينا. السلسلة البرنس من شاومي، السلسلة اللي الناس بتحبها وبتبيع كتير، وهي السلسلة اللي انا شايف انها المحرك الرئيسي لشاومي. وتعالوا نشوف ايه التطور اللي حصل في سلسلة النوت، وتحديدا في ال 12 برو بلس. اول تطور هنا حصل هو التطور الشكلي، ان السلسلة راحت في اتجاه تاني خالص في التصميم. الشكل الامامي يمكن ثابت او هو نفس الشكل اللي موجود في كل موبايلات وموجود في سلسله ال11 وسلسله ال10، ولكن التطور جه في الشكل الخلفي للموبايل. فهنلاقي الموبايل وزنه 208 جرام، وبيجي بتصميم زجاجي من الخلف، وعليه طبعا طبقه حمايه. هنلاقي شاشه من اقوى الشاشات اللي ممكن تكون موجوده في هاتف فئه متوسطه عليا، وهي من نوع اوليد 1 بليون كلر مع 120 هرتز ريفريش ريت، مع دولبي فيجن، مع HDR 10 بلس، و900 نتس في البيك او اعلى درجه سطوع بتوصل لها 900 نتس. وهنا نقدر نقول ان دي اقوى شاشه ممكن تاخدها في موبايل فئه متوسطه عليا. الشاشه هنا بتكون فول اتش دي بلس، وبتيجي بكثافه بكسلات 395 بكسل في البوصه الواحده. الشاشه هنا تعتبر من افضل الشاشات اللي تقدر تتفرج فيها على محتوى او تلعب بيها جيمز. الوان الشاشه فيها سطوع كويس مع تشبع الوان بشكل كبير. هيكون الموبايل هنا اداؤه معاك مثالي في جزئيه مشاهده المحتوى او متابعه المحتوى. تصميم شيك مع فريم جاي بشكل دائري. بصراحه شكل الموبايل وتصميمه متناسب جدا وعصري مع الموبايلات الجديده، كده حاجه كده مزاج. هتبقى شايل موبايل مديك احلى تصميم ممكن تاخده في الفئه المتوسطه العليا. الموبايل وانت بتطلعه من الكرتونه هتلاقي عليه اندرويد 12 بواجهه MIUI 13، احدث واجهه من شاومي، وبتعتبر الواجهه الاقوى اللي فيها اقل نسبه لاج او اقل نسبه باجز او مشاكل من شاومي. واجهه بتديك اداء كويس جدا. وهتلاقي هنا معالج من ميديا تك دايمنستي 1080. المعالج اللي انا حسيته بيقول لك انا فول اتش دي، معالج قوي في الالعاب، في الاداء العادي، في اداء المتوسط، في الاداء التقيل، في كل انواع الاداءات. المعالج ده هيديك اداء كويس قوي. هيكون المعالج معاك من اقوى المعالجات اللي ممكن تستعملها في موبايل فئه متوسطه عليا. وده بالمناسبه عايز اقول لك يعتبر معالج فلاج شيب من ميديا تك. نيجي هنا للكاميرا اللي هي تعتبر الاقوى والاجمد في سلسله النوت. كاميرا 200 ميجا بكسل مع اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن او مثبت بصري. كمان هنا واخد فتحه عدسه 1.7 اللي بتعتبر من اقوى فتحه العدسه اللي ممكن تاخدها. تقدر تستقطب ضوء في الاضاءه الليليه بشكل كبير جدا. ده طبعا بالنسبه للكاميرا الاساسيه. اما الكاميرا الثانيه هنا هي 8 ميجا بكسل، ودي عشان الالترا وايد بزاويه 120 درجه. والكاميرا الاخيره او الكاميرا الصغيره بتعتبر 2 ميجا بكسل، ودي علشان الماكرو. الموبايل هنا بيقدر يديك اداء 4K 30 فريم في الثانيه. كاميرا السيلفي اللي جايه هنا في التصميم بشكل صغير جدا وشكل لطيف، وجايه في نص الموبايل، بتسمى الاو نوتش، بتيجي هنا 16 ميجا بكسل، وبتكون فتحه العدسه 2.5، وبتصور الترا وايد. وخليني اقول لك ان تصوير الفيديو هنا بيكون فول اتش دي لحد 60 فريم في الثانيه. اداء الكاميرات يعتبر اداء قوي جدا واداء كويس جدا بالنسبه لموبايل فئه متوسطه عليا او موبايل فلاج شيب. فلاج شيبات النهارده بتيجي بال 200 ميجا بكسل ده. وهنا خليني اقول لك ان المستشعر مع ادائه هيديك تصوير كويس جدا في اضاءه النهار او اضاءه الليل. هيديك تصوير مظبوط وتصوير قوي، وتقدر تعتبر ان الموبايل هنا هو كاميرا موبايل موجه للناس اللي بتحب التصوير او اللي غاويه تصوير. فعلا الموبايل هنا نقطه القوه الاساسيه فيه هي الكاميرا. أداء موبايلات شاومي الحقيقة في الفترة الأخيرة بدأ يتحسن جيل بعد جيل، سواء في المستشعرات اللي كانت شاومي يمكن من 4-5 أجيال ما كانتش أقوى حاجة فيها وما كانتش الأفضل. دلوقتي أداء المستشعرات سواء البلوتوث، الماجنتيك فيلد، الواي فاي، كل اداء المستشعرات شغال كويس جدا وبكفاءه عاليه جدا. اصبحت شاومي من الموبايلات اللي تقدر تعتمد عليها في الجزء ده بشكل كبير. اصبح موبايل شاومي النهارده موبايل بيسمى اعتماديه، رغم ان كان من 3-4 اجيال ناس كتير عندها اعتراضات. موبايل هيديك اداء كويس قوي في الشبكه، هيديك اداء كويس قوي في المستشعرات. فعلا يعتبر موبايل اعتماديه بنسبه كبيره. خليني اقول لك ان الموبايل ما بيتعرضش للسخونه زي ما كنا بنشوف كتير قبل كده. بالعكس، الموبايل
نظام التبريد فيه معقول وقادر يديك تبريد كويس حتى في الاستخدام القوي او في الضغط على استخدام الموبايل بشكل كبير. نيجي للنقطه اللي شاومي برضو بتحاول تاخد فيها بونت وتتميز فيها، وهي البطاريه مع الشحن. البطاريه هنا 5000 ملي امبير، بطاريه مع تشغيل كل الطاقه بتاعه الموبايل من الريفريش ريت ومن تعليق اعلى برايتنس في الشاشه ومن كل حاجه هتقدر تاخدها في الموبايل. هيديك تقريبا 5 ساعات سكرين اون ل5 ساعات ونص، وده يعتبر رقم قوي. الاقوى هنا مش رقم البطاريه قد ما هو سرعه الشحن اللي هي بتكون 120 واط. يعني الموبايل هيوصل معاك ل 100% في 19 دقيقه. يعني لو انت استهلكت بطاريه الموبايل كامله لمده 5 ساعات ونص ورجعت حطيت الموبايل حدود ربع ساعة على الشحن، هتاخد تقريبا 85 ل 90% من البطارية، وده رقم عظيم. يعني انت هنا بتقدر تستخدم بطارية 10 ساعات سكرين اون بشحنة بالليل وربع ساعة في خلال النهار، وده يعتبر نقلة كبيرة جدا انا محترمها قوي في الموبايلات. شاومي بقت بتهتم بالجزء ده عشان هي شايفة ان المستهلك ما يقدرش يستغنى عن الموبايل بشكل كبير طول يومه، فهنا اديتك قوة بطارية مع قوة شحن، وفعلا ده بيعتبر حاجة محترمة جدا. الشاحن هنا بيكون BD3، وده نوع من اقوى انواع الشحن اللي ممكن تستخدمها في هاتف محمول. سعر الموبايل تقريبا 16000 جنيه. السؤال هنا اشتري الموبايل ولا لا؟ هتكون اجابتي ثابته زي فيديوهات كتير قوي اتكلمت فيها النهارده. مع تطور سعر الدولار ال 16000 جنيه اللي بتدفعهم هم ال 7000 جنيه بتوع زمان. لما مش زمان، ده من سنه تقريبا، كان الموبايل اللي زي كده هيكون سعره تقريبا 7000 جنيه. هم نفس القيمه البيعيه او القيمه الشرائيه اللي انت بتدفعها. اصبح الموبايل هو ده السعر اللي ممكن يديهولك. فلما نيجي نطلع بالريت ونقارن ما بين الفئات اللي موجوده في الفئه السعريه دي من شركات كتير، هنلاقي ان الموبايل ده ممكن يديك اداء اقوى من موبايلات تانية في فئته السعريه واعلى من فئته السعريه، وهيكون اداؤه كويس معاك. من الملحوظات اللي انا شفتها ان الموبايل فعلا بيديك كل احتياجاتك وبسعر اصبح للاسف هو ده سعر الفئه المتوسطه، اللي هو احنا بنتكلم فيه دلوقتي تقريبا $500، وده سعر الفئه المتوسطه عالميا، فاصبح ده السعر الثابت اللي تقدر تتكلم عليه. ودي كده كانت تجربة الشاومي ريدمي نوت 12 برو بلس بعد فترة استخدام مش قليلة، وما اقدرش اقول لك انها فترة استخدام شهور. خلينا بعد وقت نجرب استخدام الموبايل ونشوف الاداء واصل بينا لحد فين. ولكن دلوقتي اقدر اقول لك ان الموبايل لو ده البادجت بتاعك في التسعير، هو من افضل الموبايلات اللي ممكن تكون او تقدر تجيبها في البادجت ده في التسعير. بشكركم يا رب ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية. سلام.